بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. نرحب بكم مشتركاتي الكريمات، ان شاء الله تكونوا كامل بخير. انتم تشوفوا في هذا الفيديو اليوم حبواتي جبت لكم فيديو تفصيل وخياطة موديل جديد. هذا المرة البنات مانيش راح ندير لكم موديل قندورة، راح اليوم نديرو نصيب للبنوتات. رايحين نخدمو هنايا اليوم روب باربي تجي بزاف كلوش للبنوته بعمر 3 سنوات. هنا راح نتبعوا معايا البنات الطريقه، تقدروا تهزوا منها القياسات وتقدروا ديروا العمر حتى 10 سنوات لاي طفله مهما اختلفت القياسات نتاعها. وهنا البنات واش راح نحتاجوا السلعه؟ راح نحتاجوا 1.5 متر قطيفه، تقدروا تستعملوا اي نوع من القطيفه نتوما تحبوها. انا درت هنايا بالفاضل تاع القطيفه. نتوما تقدروا الا كانت الطفله نتاعكم 10 سنوات تقدروا حتى تحتاجوا 2 مترات، ما تفوتوش 2 مترات. انا هنا 1.5 متر كفاتني وفضل لي شوي من القماش. ورايحين هنايا نروحوا مع بعض الجزء التفصيل على الورق. هنا البنات رايحين نبداو مع بعض الجزء تاع التفصيل. هنا نحاوسكم البنات تركزوا معايا مليح. اول حاجه هنايا جبت القطعه تاع القماش، هذه الورق راح نفصل عليها على انها قطعه قماش. هذه قطعه القماش البنات قلنا الطول نتاعها 1.5 متر والعرض نتاعها 1.5 متر. انا راح نروح لمول القماش نقولوا اعطيني 1.5 متر نتاع قطيف، نحيت لها الزوائد منا ومنا، راح تتشكل لي قطعه مربعه الطول نتاعها والعرض نتاعها 1.5 متر. نهز هذه القطعه هنايا البنات. هنا شوفوا البنات، هنا هذه الحواف نتاع القطيفه راح تجيك الحافه منا والحافه منا نتاع القطيفه نكونوا نحيناهم، يعني القماش راح يتكسل في هذه الجهه. راح نديروا القماش يتكسل هنا، راح نثنيوه هنايا على 2 بهذا الشكل. هنا البنات راح تولي لي 75 سنتيمتر العرض هنايا نتاع القماش 75 سنتيمتر. راح نبدا التفصيل عليه بهذا الشكل. هنا راح اول حاجه نديروها هنايا لاغوب نتاع البنوته نتاعنا، راح نحي لها الجزء السفلي اللي هو الجزء الجيب التحتاني. هنا راح نتقيسو من الحد الخصر حتى للركبه نتاع الطفله. انا راح ندير القياس 30 سنتيمتر، حابتها تكون جيست للركبه. نهز مسافه 30 سنتيمتر، راح نهز مسافه البنات هنا 30 سنتيمتر بهذا الشكل. ونعينو نقطه هنا ونزيد من بعد بمسافه وندير 30 سنتيمتر في الطرف الثاني بهذا الشكل. بهذا الشكل هنا البنات، 30 سنتيمتر منا 30 سنتيمتر منا. راح نجي على نقطة 30 سنتيمتر ونثني القماش بهذا الشكل، نثنيها على 2. راح يجيني هنا هنا البنات باه نتحصل هنا على 2. هنا لاجيب لازم تكون فيها لي بلي بزاف. هنا تقدروا تستعملوا الطريقه هذه نتاع لي بلي، تقدروا تستعملوا الطريقه نتاع انها تكون هي كلوش. انا هنايا على حساب الموديل نتاع الزبونه اللي عطاتولي هنا رايحين نديروا فيها لي بلي. نجيب المقص البنات رايحين نحيو هذا الطرف. هنا قلنا المسافه هنا هي 30 سنتيمتر، هي من الحد الخصر حتى للركبه تاع البنوته. رايحين نحيو هنا راح تولي لي هنايا 30 سنتيم وهنا 30 سنتيم. هنا البنات 75 سنتيمتر. هنا هذه القطعه البنات نعاودو نطبقوها على 2 ونزيد نقسمها بهذا الشكل. راح نتحصل على 2 قطع من هذا الشكل هكذا. من بعد البنات راح نفتح هذا القطعه ونفتح هذا القطعه.
نديرهم هنا على بعضهم ونخيط في هذه النقطة ونخيط في هذه النقطة. كي نكشكشوها البنات راح نتحصلوا على لاجيب تاعنا. انا حندير لها بزاف الكشكشه. للامانه هنا البنات، للامانه هنايا البنات انا هذا الجزء تاع لاجيب نحيت منه هنايا، نحيت 40 سنتيمتر هنا، وخليت هنا غير 2 متر. متر هنايا في الجزء هذا خليت متر، وفي هذا الجزء خليت متر. هنايا حبيت نقص لها شوي في الكشكشه. انتوما تحبوا ديروه كامل، سورتو هلا كانت البنوته اكبر في العمر. احنا هذه القياسات كما قلت لكم باللي قياسات تاع بنوته في عمر 3 سنوات. هنايا تخليه لها كامل، كي تعود البنوته كبيره تخليه لها كامل باه تجيها الكشكشه فوليم اكثر. انا هنايا كنت نحيت 40 سنتيم، استعملت لها غير 2 مترات. هنايا راح نخلو هذا الجزء العجيب على جنب، ورايحين نكملوا تفصيل الباقي اللاغوب من هذا الجزء. هنا البنات بعد ما نحيت 30 و30 سنتيمتر ولات لنا 60 سنتيمتر. 60 سنتيمتر من المتر ونص، يعني هنايا البنات بقات لي 90 سنتيمتر، بقات لنا 90 سنتيم. وهنا العرض 75 سنتيمتر. اول حاجه هنايا البنات راح نثني هنايا القماش في هذه الجهه على 2. الجهه هنايا البنات المفتوحه، هذه الجهه المفتوحه راح نثنيها هنا على 2. هنا البنات بعد ما ثنيتها هنايا على 2 راح العرض هنايا نتاع هذه درناه 14 سنتيمتر. هنايا هذه 14 سنتيمتر منين جبتها هنا البنات رايحين تهزوا شريط القياس وتدوروه على منطقة الصدر تاع البنوتة، تقسموها على 4. هذا هو النتيجة اللي نحطوها هنا. قادرين تلقاو 15 16 سنتيمتر على حساب البنوتة نتاعكم. هنا البنات كل ما كانت الطفلة أكبر رايحين لازم تزيدوا القماش. هنا قلنا نهزوا مسافة البنات 14 سنتيمتر هذا العرض. رايحين نجيو الارتفاع هنايا، انايا هنا راح نهز مسافة 23 سنتيمتر. 23 سنتيمتر بهذه الطريقة. هنا البنات هزينا 23. انا 23 منين جبتها هنا البنات؟ هزيت شريط القياس، حطيته من الكتف نتاع البنوتة لحتى الخصر. المسافة هذيك البنات هنا تحطوها. انا المسافة هنا لقيتها 23 سنتيمتر، حطيتها هنايا. رايحين تجيبوا الكتف تاع البنوتة، تقيسوا العرض تاع الكتف من الكتف الاول حتى الكتف الثاني، تقسموه على 2 وتحطوا هنا المسافة. انا هنايا عندي المسافة 12 سنتيمتر، راح نهز مسافة 12 سنتيمتر بهذا الشكل. هنا البنات هزينا 12، راح نهبط الكتف بمسافة 1 سنتيم ولا 1.5 سنتيم باه نديرو الانحناء تاع ميلان الكتف للبنوت. نهبط ب1.5 سنتيم ونعاود نرسم خط الكتف تاعنا. ها خط الكتف. من خط الكتف هنا البنات هنا مسافة النزول هنا نتاع البنوتة. انا كيف نعرف مسافة النزول هنايا البنات؟ راح نهز شريط القياس، راح نهز هنايا البنات شريط القياس بهذا الشكل ونثنيه على 2 هنا، ونحدد نقطة. من هذه النقطة البنات هي منطقة خط الصدر. نعاودو نرسمو حنايا هذا الخط. المسافة اللي لقيتيها نقسموها على 2. راح نجيب هنايا دورة الصدر تاع البنوتة كما كنا هدرنا. تقيسي الدورة تاع الصدر تقسميها على 4 وتحطي النتيجة هنايا. انا هنايا عندي 14 سنتيمتر، ونعين نقطة.
راح ندير الاسقاط العمودي نتاع هذه النقطه تاع الميل الكتف هنا البنات، ونهبط بخط مستقيم نحدو فيه المنتصف والربع الاول، ونحاولوا نرسموا ميلين تاع كتف بهذا الشكل، ونخرجوا مع هنايا هذه النقطه باه نرسموا حدة الإبط تاع البنوته. هنايا البنات دورة الخصر نقسموها على 4 ونحطوه هنايا تقريبا هنايا تلقاو منطقة الصدر ومنطقة الخصر متشابهين، نتوما تقدروا تنقصوا 1 سنتيم ونعاودوا نرسموا الخط. بهذا البنات احنا كنا فصلنا الجزء نتاع الظهر تاع البنوته. نجيب المقص تاعي ونقطع بهذا الشكل. هنا البنات بهذا الشكل. هنا البنات هذا الباترو اللي تحصلنا عليه بعد ما قصيناه في القماش راح نزيد نقسمه هنايا على 2. شوفوا البنات انا هنايا القماش طويته على 4 بهذا الشكل، رايحين نتحصلوا على 4 قطع بهذا الشكل. هنا شوفوا البنات عندي 4 قطع. هنا في هذا الجزء نتاع الظهر، هنا جزء الظهر انا كي عاد القماش نتاعي قطيفه ما خليتلوش هنا زياده تاع 1 سنتيم نتاع الفيرميتور. نتوما تقدروا كي يعود القماش نتاعكم جاي في الساتا ولا قماش ما يتكسلش، هنا البنات كي تحطوا دوره الصدر نتاعكم رايحين تزيدوا 1 سنتيم في هذا الحافه، دائما تزيدوا 1 سنتيم من بعد. تقدروا ترسموا الباترون نتاعكم كامل باه تجيكم المهمه سهله. ترسمي الباترون بهذه الطريقه بشكل عادي، وتعاودي تحلي هنا القماش وتزيدي فيه 1 سنتيم هنا، وتعاودي تطبقي وتعاودي تحطي الباترون تاعك هنا، راح تجيك هنايا زياده 1 سنتيم نتاع الخياطه، وتقطعي الباترون تاعك. انا هنايا القماش نتاعي نتاع القطيفه ما حبيتش ندير الزياده لخاطر القطيفه هنا تتكسل، وانا حابه الموديل هذا يكون مضبوط وباهي، لانه ماناش رايحين نديرو هنايا لي بينس بهذا الشكل. في الرقبه هنايا البنات راح هنايا في الجزء نتاع الظهر ندخل بمسافه 4 سنتيمتر ونعينوا نقطه. هنا هذه مسافه 4 سنتيمتر حسبت لها سنتيم هنا تاع الخياطه ها، وراح نهبطوا هنايا ب4 سنتيم ثاني ونرسموا التقويسه نتاع الظهر. راح نعاود نحطها على الاقمشه كامل في 4، على القطع في 4 نتاع الباترون. هنا نتوما البنات تقدروا تفصلوا مباشره على القطيفه، ونقطعوا الجزء نتاع الرقبه هنا بهذا الشكل. شوفوا البنات هنا هذا الاجزاء زوج راح نخدمهم مع بعض لخاطر راح يجوا هذا الوجه وهذا الجزء للتبطين نتاعو، وهذا البنات الوجه وهذا الجزء تاع التبطين تاع الجزء الثاني. وبهذا البنات راح يكون يتشكل لنا الجزء نتاع الظهر. هذا البنات الجزء نتاع الظهر. رايحين نعاودوا نولوا الجزء هنايا اللي تاع القطيفه. هنا المسافة اللي هزينا بها هذا الجزء راح نزيد عليها 10 سنتيمتر نحو الأعلى ونعينوا نقطة. نفس المسافة هذه نديروها منا، راح ندير نفس المسافة هذه هي نفس المسافة هذه. راح نحلوا الجزء هذا نتاع القماش ونقطع هذا الجزء. هنا البنات راح كي نحل القماش كامل راح تجيني 94 سنتيمتر، انا راح نهز المسافه من لهنا 50 سنتيمتر. راح نهز 50 سنتيمتر من هذا النقطه، نطلع بخط مستقيم. هنا البنات لازم الجهه نتاع القطيفه هنا تتاكدوا باللي الجهه نتاع القطيفه جايه من اعلى لاسفل. هنا قبل ما تفصلوا لازم تكون تاع جهة الملمس الناعم من اعلى لاسفل. راح نحو هذا الجزء
راح نخليه هنايا هذا الجزء هنايا ونعاود نريقلو بهذا الشكل. هنا راح يجيني هنا 50 سنتيم، والارتفاع هنايا رايحين نديروه 33 سنتيمتر. 33 هنا سنتيم وهنا 50 سنتيم. هذه القياسات البنات رايحين نخلوها للصدر. من بعد في الجزء تاع الخياطه راح نوري لكم الصدر كيفاه رايحين نشكلوه ونحطوا هنايا الجزء نتاع الصدر. اما الاكمام هنا البنات، الجزء هذا اللي يبقى لي راح نفصل منه هنايا الاكمام. الاكمام رايحين نخدمهم بهذا الشكل. اولا حاجه لازم تهزوا شريط القياس، تدوروه على الذراع في الجزء العلوي تاع الذراع، والمسافه هنا راح تقسموها على 2. المسافه راح تحطوها هنايا. انا هنايا البنات درت المسافه انا اللي لقيتها هنايا البنات العرض درت 13 سنتيمتر. راح نهز هنا 13 سنتيم ونثني عليه القماش بها حنفصلو زوج اكمام. هنا البنات من البداية هنا نتاع القماش نهبط بمسافة 6 سنتيمتر بهذا الشكل. من 6 سنتيم راح نهبط بمسافة 13 سنتيم ونعينو نقطة، نجمل ما بين هذه النقطة والنقطة نتاع البداية. هنا البنات الإسقاط يكون عمودي. نحدد هنايا المنتصف وراح نخرج ب1 سنتيم وندخله ب1 سنتيم بهذا الشكل. من البنات من هذا النقطة راح نهبط بالطول الكلي نتاع الكم، راح نديروه 30 سنتيمتر بهذا الشكل. هنا عندنا 30 سنتيمتر. من 30 سنتيمتر راح ندخلو ب9 سنتيم اللي هو الدورة نتاع الذراع هنايا نتاع البنوتة. نجمل ما بين هذه النقطة وهذه النقطة بخط مستقيم. نجيب المقص هنايا البنات وندور على كامل الباترو بهذا الشكل نتاع كم البنوتة. رايحين نتحصلوا هنا على زوج اكمام، الكم الاول والكم الثاني. راح نحطوا هذو الاكمام على جنب. رايحين نجيبوا هنايا البنات الباقي نتاع القماش. راح نخدم زوج بابيونات اللي رايحين نديروهم هنايا في الاكتاف. ندي العرض هنايا 14 سنتيمتر، هنا نهزو 14 سنتيم، والطول نتاعها هنايا تكون 40 سنتيمتر بهذا الشكل. تكون الطول نتاع القطعة هنايا 40 سنتيم. هنا 40 وهنا 14. والقماش لازم يكون مثني. هنا نخلوه دايما مثني هكذا. وراح نتحصل على زوج بابيونات، بابيونة الأولى والبابيون الثانية احنا نفصلهم هنايا على بعضها. هنا البنات هذا الجزء نتاع البابيونة راح نثنيوه على 2 بهذا الشكل ونخيطه في هذا الطرف وفي هذا الطرف، وفي المنتصف هنا نقلبو ونكمشوها باه نتحصلوا على بابيونة. هنا الجزء اللي راح نكمشوا به راح نثنوا القماش على 2 بهذا الشكل، ونديروا العرض هنايا 9 سنتيمتر والطول 20 سنتيمتر. وراح نقسموا القماش هنا على 2 ونزيدو نقسموها هنايا. هنا من بعد البنات راح نثنيها هنا على 2 ونخيطوه ونزيد هنا نخيط هنايا باه نتحصل هنايا على جزء صغير هنا مفتوح ندخلوا فيه هنايا البابيونة. وهنا يا البنات نكونوا خلصنا الجزء نتاع التفصيل، فصلنا كل الاجزاء تاع لاغوب نتاعنا. وباه تشوفوا البنات الجزء تاع الخياطه اللي مازالت ما اشتركتش تشترك وتفعل الجرس باه يوصلها كل جديد الفيديوهات تاوعي. وما تنساوش تدعموني باللايك والتعليق محفز باه نطلق لكم كل يوم جديد. الى الملتقى في الفيديو القادم باذن الله.